السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايلكم في فيديو مراجعة جامد جدا لشهر نوفمبر. هنحل مع بعض أهم الأسئلة اللي اتكررت في الامتحانات، وهنشوف الطريقة الصح للتفكير وحل كل مسألة خطوة بخطوة. الفيديو ده معمول مخصوص علشان يساعدك تثبت المعلومة وتطمن انك فاهم الدرس مش حافظ بس. فحضر كشكولك وركز معايا، وان شاء الله بعد المراجعة دي هتحس ان الدنيا بقت اسهل بكتير. ويلا بينا نبدأ على طول. تعالوا نشوف مع بعض اول سؤال عايز ايه. بيقولك اذا كانت اكس تربيع ناقص بي تربيع بتساوي اكس ناقص التلاتة في اكس زائد التلاتة، عايز قيمة البي. طب ما ده سهلة جدا. تعالى اول حاجة نضرب القوسين في بعض. مش القوسين زي بعض باختلاف الاشارة؟ يبقى الاول في الاول والتاني في التاني. الاكس في الاكس باكس تربيع. طب وسالب تلاتة في تلاتة بسالب تسعة. حلو. طب ما هو دي كده ايه؟ قيمة الاكس تربيع ودي قيمة البي تربيع. يعني انا عندي البي تربيع بتساوي تسعة، يعني البي بس بتساوي ايه؟ بتساوي موجب وسالب جذر التسعة، يعني بتساوي موجب وسالب التلاتة. فالإجابة طلعت لي ب. طب تعالى نشوف السؤال التاني. عند إكمال المربع للمقدار اكس تربيع زائد تسعة، نضيف عليه ايه؟ طيب احنا عايزين نعرف الأول ايه اللي ناقص، الحد الأول ولا الأوسط ولا التالت؟ طب ما انا عندي هنا القيمه اللي هو مديها لي في الاول اكس تربيع، يعني موجبه وقيمه مربعه، يعني دي قيمه الحد الاول. طب والتسعه ديت برضو موجبه وكمان مربعه، يبقى معنى كده ان دي الحد الثالث، يعني هو محتاج الحد الاوسط. طب قانون الحد الاوسط كان ايه؟ كان موجب وسالب 2 في جذر الاول. خلي في ديت هنعملها علامه الضرب، علامه نقطه كده علشان مش تتلخبط مع الاكس. جذر الاول ايه؟ جذر الاكس تربيع باكس في جذر التالت ب3. تطلع الإجابة عندك 6 موجب طبعا وسالب 6 إكس، يعني ب. ندخل في سؤال رقم 3. بيقولك في الشكل المقابل ما طول اي اف. اول ما اشوف اصلا المثلثين اللي عندي دول اقول على طول دول مثلثين متطابقين، لانه زاوية ضلعين وزاوية محصورة ما بينهم. يبقى عندي الخمسة اكس بتساوي العشرة، لان هتبقى عندنا الدي اف هتطلع بتساوي الاي سي، وكمان الدي اي بتساوي الاي بي، والبي سي تطلع بتساوي الاي اف، لان هو مثلث متطابق. فمعنى كده ان الخمسة اكس بتساوي العشرة، فتطلع الاكس لما اقسم هنا على الخمسة واقسم هنا على الخمسة فهتطلع 10 على الخمسة ب2، يبقى الاكس طلعت لي ب2. طب ما انا عندي برضو البي سي تطلع بتساوي الاي اف اللي هو عايزها دي. طب اما البي سي بتساوي ايه؟ 5 اكس ناقص الاتنين بتساوي الاي اف. طب ما انا جبت الاكس ب2، يبقى 5 في 2 ب10، 10 ناقص 2 ب8 بتساوي الاي اف. يبقى احنا كده جبنا الاي اف بتساوي 8. تعالوا ندخل بقى في سؤال رقم 4 بقيمة اكس ومديني المثلث القائم. يبقى هنستخدم فيثاغورس. يبقى هنقول اكس تربيع بتساوي الاربعة تربيع، الاتنين تربيع ب4 ناقص الواحد تربيع ب1، يبقى بيساوي التلاتة. طب الاكس لوحدها بتساوي ايه؟ بتساوي جذر التلاتة. سامعاك وانت بتقولي موجب وسالب جذر التلاتة. هتحط السالب ازاي وهنا ضلع؟ الضلع دايما بالموجب، يبقى السالب مرفوض. طب تعالى نخش في سؤال رقم 5. بيقولي اذا كان محيط المثلث ABC، يعني محيط المثلث الكبير بيساوي 18، فما محيط المثلث الصغير اللي هو دي اي اف. طب انت مش عندك هنا الاي ديت منتصف الاي سي، والدي منتصف الاي بي، والاف منتصف البي سي؟ يبقى معنى كده ان محيط المثلث الصغير دوت نص محيط المثلث الكبير، يعني نص في 18 بكام؟ ب9. ندخل بقى في سؤال رقم 9. بيقول لي ما قيمة اكس ناقص الواي. مديني ضلع ب10 اللي هو الوتر، ومديني وتر كمان ب10، يعني الوتر بيساوي بعضه، وهنا زاوية قايمة وهنا زاوية قايمة، يعني المثلثين دول متطابقين. يبقى معنى كده ان الاكس ناقص الاربعة تطلع بتساوي الواي زائد الخمسة. طيب يبقى هنحط الاكس زي ما هي، الواي هتروح الناحية التانية بإشارة مخالفة بناقص الواي بتساوي الخمسة زي ما هي، السالب 4 دي تروح الناحية التانية بإيه؟ بموجب 4، يبقى طلعت بتساوي 9. يبقى إكس ناقص الواي بتساوي 9. ندخل بقى في الأسئلة المقالي. بيقولك اذكر نوع المثلث بالنسبة لزواياه إذا كانت أطوال أضلاعه كالتالي 6 و3 و5. هنمسك أكبر ضلع فيهم اللي هو إيه؟ الستة، وهنقوم مربعينه، يعني هنقول 6 تربيع تطلع بتساوي 36. والضلعين التانيين الصغيرين دول هنربعهم ونجمعهم، يعني 3 تربيع زائد 5 تربيع تطلع بتساوي ايه؟
9 زائد ال25 تطلع بتساوي 34. طيب عندنا دلوقتي عندنا 3 حالات. ال36 اللي هو أكبر ضلع ده لو طلع أكبر من مجموع الضلعين التانيين فمعنى كده هي منفرجة. طب لو طلعوا بيساووا بعض يبقى قائمة. طب لو طلعت أصغر تبقى حادة. هنا إيه اللي أكبر؟ فهنقول هنا قايلين إن 6 تربيع أكبر من 3 تربيع زائد 5 تربيع، فإذا منفرجة. تعالى بقى ندخل في سؤال رقم 3 وركز معايا بقى شوية. حلل كل مما يأتي تحليلا تاما. أول سؤال بيقول لي إكس أس 4 زائد 4 واي أس 4. احنا أول حاجة احنا محتاجين نجيب الحد الأوسط اللي هو كان موجب وسالب 2. جذر الأول جذر الأول إكس تربيع في جذر الأخير اللي هو 2 واي تربيع، يعني تطلع الإجابة بتاعتك موجب وسالب 4 إكس تربيع واي تربيع. تعالى بقى الرقم اللي احنا جبناه نضيفه ونطرحه في المعادلة الأساسية. يعني ايه؟ يعني المعادلة عندنا إكس أس 4 هنحطها زائد 4 إكس تربيع واي تربيع زائد 4 واي تربيع، وبعد كده كمان نطرح يبقى 4 إكس تربيع واي تربيع. كأني ما عملتش أي حاجة. الجزء اللي في الأول تعالى نعمل له إكمال مربع. هنفتح قوس وهنقول جذر الأول إكس تربيع، طب وجذر الأخير 2 واي تربيع لأن دي أس 4. يبقى عندنا 4 واي أس 4 هي موجودة أصلا في السؤال بس احنا نزلناها تربيع، فلما ناخد الجذر بتاعها يبقى 2 واي تربيع، وشرط اللي في النص زائد كلها تربيع ناقص 4 إكس تربيع واي تربيع. طب يلا نحلل بقى الجزء هنفتح قوسين عندنا، وبعد كده جذر الأول اللي هو الجذر ده كله بإكس تربيع زائد 2 واي تربيع، ونفس الكلام هنا إكس تربيع زائد 2 واي تربيع، واحدة بالموجب وواحدة بالسالب. جذر التاني اللي هو جذر 2 إكس واي، وهنا نفس الكلام 2 إكس واي، وبكده يكون السؤال خلص. تعالى بقى ندخل في سؤال رقم 2. طبعا انا قايله لك من فيديو الشرح قبل كده ان انا لازم بشوف كذا حاجه. اول حاجه السؤال مترتب، هتقولي ايوه طب ما هو مترتب اهو. تاني حاجه اقدر اخد عامل مشترك، هتقولي ايوه في اكس، هقول لك الاكس بس اللي تقدر تاخدها عامل مشترك. الاتنين هنا ال20 وال5 وال40 يقدروا يتقسموا على ال5، يبقى ناخد 5 اكس عامل مشترك. هيتبقى لي 4 اكس تربيع ناقص 9. هتقولي كده خلاص، اقول لك استنى، ده بيقول لك حلله تحليل تاما، يعني اقصى تحليل عندك تبسطها له خالص يقدر ينحلل. يبقى نقول هنا 5 اكس، نفتح قوسين ونقول جذر الاول 2 اكس، هنحط هنا وهنا 2 اكس. طب جذر 9 هنا 3 وهنا 3، واحده بالموجب وواحده بالسالب، كده تقدر تاخد الدرجه النهائيه بتاعتك. تعالى بقى ندخل في سؤال رقم 3. اكس تربيع ناقص واي تربيع ناقص 6 اكس ناقص 6 واي. 4 حدود يبقى تحليل بالتقسيم. طب سامعاك وانت بتقولي تعالي ناخد الاكس تربيع والسالب 6 اكس مع بعض والواي تربيع مع السالب 6 واي مع بعض. طب هسمع كلامك وتعالى ناخدهم مع بعض. هتبقى اكس تربيع ناقص 6 اكس ناقص الواي تربيع ناقص 6 واي. نعمل ايه بعد كده؟ هتقولي خد الاكس عامل مشترك، اديني خدتها، هيبقى لك اكس ناقص 6، وخدي من الناحيه التانية واي مشترك، ماشي اخدنا السالب واي اهو عامل مشترك، اتبقى لي واي زائد 6. طب ما هي كده وقفت يا معلم، هنا في حاجه تقدر تاخدها عامل مشترك؟ هتقولي لا، يبقى خلاص الطريقه دي كده غلط. فاحنا نعمل بقى؟ ناخد من اول 2 دول وتعالى نحللها. يعني تبقى نفتح القوسين بتوعنا، وهنا اكس وهنا اكس وهنا واي وهنا واي، واحده بالموجب وواحده بالسالب، دي واي. طيب ناقص، تعالي ناخد من دول سالب 6 عامل مشترك، لما ناخدهم هيتبقى لي اكس زائد الواي. ركز بقى معايا كده، هنا في اكس زائد واي وهنا في اكس زائد واي، خلاص نقدر ناخدها عامل مشترك، وهيتبقى لي هيتبقى لي اكس ناقص الواي ناقص 6، وهي دي الإجابة الصح. وبكده نكون وصلنا لنهاية أول جزء من مراجعة شهر نوفمبر. حلينا أهم الأسئلة وركزنا على الأفكار اللي بتتكرر، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا ووضح معاكم الدنيا شوية. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم الجزء التاني أول ما ينزل. استنوني في الفيديو الجاي، واشوفكم على خير ومع السلامة.